سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعين ومتتبعات قناة وصفات فردوس. الوصفة ديال هذا النهار كيش والكشدة الطارية والكفتة. خليكم معنا تاخذوا المقادير والطريقة إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو. أنا هنايا شحرت واحد جوج بصيلات كبار، قطعتهم هكا مربعات صغيره وشحرتهم شويه في المقله، درت لهم شويه ديال الزيت او الزبده وشويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه، درتهم هكا فوق البوطه حتى دبالو. دابا غادي نزيد الكفته ديالي. عندي تقريبا هنا واحد 150 حتى 250 غرام ديال الكفته. المهم كل واحد غادي يدير المقدار ديالو. غادي نزيد المعدنوس مقطع، وغنزيد شويه ديال الابزار. نزيد غير شويه ديال الابزار لان البصله درت فيها الابزار، ندير غير قريصه. ونعاود ندير شويه ديال الملحه حيت هاد الكفته اللي درت انا هنايا ما فيهاش العطريه. وغندير شويه ديال الخرقوم البلدي. غادي نحك عليهم حكه ديال الكوزه. كما كتشوفوا عندي هنا الكوزه غادي نديرها هنا وغنحك غير حكه، لان المذاق ديال الكوزه كيتواتى مع الكفته وحتى مع القشده الطريه. دابا غنولي نرد كلشي على البوطه ونخليه حتى كطيب هذه الكفته. صافي الكفته ديالنا هي وجدات. دابا غنطفيو عليها النار. من بعد ما برد الخليط ديالنا شويه، دابا كتشوفوا راه مازال الدخان طالع، ولكن راه خليته يبرد شويه غير حيت الحال بارد كيبان هذا الدخان هكا. غادي نزيدو 2 ملاعق ديال الكشده الطريه، ملاعق كبيره، وغادي نخلطو. غادي نضيفو لهذا الخليط ديالنا البيض، غادي نزيدو وحده بوحده. هذا الخليط ديالنا ما خصوش يكون جاري بزاف. تقريبا انا هنا غادي نحتاج واحد 2 بيضات. صافي تقريبا هكا كيجي شاد راسو، كيجيش سائل بزاف. دابا غنبداو نعمرو الكيش ديالنا. عندنا هنايا غنقرب لكم العجينه ديالي، طيبتها نص طيبه. العجينه ديال هذا الكيش فهي معروفه بات بغيزي، كنصوبوها ونديروها في دوك القوالب الصغيره، كتعطينا هذا الشكل. اللي ما بغاش يصوبها راه كيتباعوا هاد القوالب هادو جاهزين في المتاجر الكبرى. اللي بغى يصوبها راه غادي يلقى لاباط بريزي عندي في القناه. انا راني سبق لي وجدتها ودرتها. كل ما عليه هو انه غادي يشري قوالب صغيره يصوب هاد لي كيش الصغار. دابا غنبداو نعمرو. غنستمروا حتى كنعمروا الوحدات ديالنا كامله مطلقه. هنا عندي فرماج الاحمر قطعته على هذا الشكل.
غادي نحاول نزين بهذه الطريقه. بالنسبه لهذا الفرماج يمكن لكم تحكوه بلا ما ديروا هذه الطريقه، اذا ما كانش عندكم الخاطر ماشي مشكل، يمكن لكم تحكوه على الوجه. صافي غادي ندخل لي كيش ديالي للفران وغادي نخليهم حتى كيتحمروا وغنقدمهم. الكيش ديالنا من بعد ما خرجوا من الفران كيف ما كتلاحظوا العجينه هي تحمرات. زينتهم باوراق المعدنوس في الوجه. خليتكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.